لاعب مثل حمد الله اللي يشغل منصب مهاجم، ولاعب مهاجم آخر يلعب على الرواق اللي هو زياش. الفيدرالية المغربية أجرت تغيير جنسية اللاعب في 3 أيام. 3 أيام 48 ساعة. لاعب تاع بيرني بعد إصابة أمين حريث. المنتخب المغربي والمنتخب العربي الأكثر أو الأعلى قيمة تسويقية 232 مليون يورو هي قيمة لاعبي المنتخب المغربي. شوفوا في هذه الصور لتقديم الكان كأس إفريقيا للأمم بالجزائر. الأمور صراحة شوف طفات الضوء بطريقة 10 دقائق قبل دخول المدرب المالي، كانت الأضواء تمشي بطريقة طبيعية. لنشاهد هذه الصور اللي على في لو تور أمس، وحتى الناس بدأت تحكي علينا في ريزو سوسيو. نعم. الفيدرالية الجزائرية شاك فوا يقولوا لنا الدوسي تاع تغيير الجنسية الرياضية ياخذ وقت طويل ولازم نصبروا ونخدموا في الخفاء. الفيدرالية المغربية أجرت تغيير جنسية اللاعب في 3 أيام. 3 أيام 48 ساعة. لاعب تاع بيرني بعد إصابة أمين حريث جابوا النظر. المهم سيك داروا c'est-à-dire que il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Un dossier de changement national du sportif, à partir du moment où le joueur il a signé, la procédure est lancée. Il faut pas هذه تاع نخدموا في الخفاء و ça prend du temps et tout ça c'est de la poudre aux yeux. C'est soit on nous dit la vérité باللي هاد لي جوار انا نولي نجاوب على الريبونس تاعي، soit on nous dit que ces joueurs sont prêts et tant mieux que le dossier تاع Ait Nouri a été réglé, ou il y a encore des hésitations. واضح. بهذا نغلقوا الملف التالي هذا اللي يتعلق بالعزوف الجماهيري اللي ما كانش كثير، ونروحوا لفضيحة بأتم معنى الكلمة، ربما غطت حتى أمس على المردود الهزيل للمنتخب الوطني أمام منتخب مالي. من المسؤول عن هذه الفضيحة التي حدثت في قاعة الندوات الصحفية بحضور ممثلة الكاف؟ لأنه الأمس كانت ممثلة الكاف تقوم بالتصوير. لو كنا يعني أقوياء حتى في الكواليس والله ممثلة الكاف ما تقوم بالتصوير. نغلقوا الباب تروح لهيه قال اسكو ستاد كيما ملعب وهران الجديد ما عندناش قاعة للندوات الصحفية أخرى ثانية. عندنا قاعة واحدة في ملعب 5 جويلية، كان قاعة ندوات صحفية منذ زمان، لكن 4 ساعة والمدرب تاع منتخب مالي سنة كنا قاعدين نجيبوا كراسي وننظموا ندوة صحفية في قاعة أخرى، قاعة تاع المنشطات، تاع قاعة كان قاعات في ملعب كيما هذا ملعب وهران كبير. أول ندوة صحفية ما داش في الندوة، ما كانش في الأوديتور، كانت برا. كنا قادرين نلقاو حل ما نديروش تبهديله على بعد أيام من تقديم الجزائر شوفوا في هذه الصور لتقديم الكان كأس إفريقيا للأمم بالجزائر. الأمور صراحة شوف طفات الضوء بطريقة 10 دقائق قبل دخول المدرب المالي، كانت الأضواء تمشي بطريقة طبيعية. لنشاهد هذه الصور اللي على في لو تور أمس، وحتى الناس بدأت تحكي علينا في ريزو سوسيو. أعتقد بأنه يجب على بعض الرؤوس أن تسقط من تسبب في هذه المهزلة. شاهدوا كانت الأضواء عادية ومن بعد تفضوا وما كانش، يعني شيء غريب وغريب جدا ما حدث، إلى درجة أنه غضب المدرب تاع المنتخب مالي وقال لك سي ان مونك دو ريسبي ليا وللفريق تاعي وغادر. والغريب في الأمر أنه ممثلة تاع الكاف كانت تما وبدأت تصور، لأنه داروا اون ريبيتيسيون للشان هاي تصور في الذي حدث في إطفاء النور، مما تسبب في إلغاء الندوة الصحفية تاع الناخب الوطني المالي والناخب الوطني الجزائري. يعني صراحة عيب وعار ما يحدث. الأضواء الأخرى تشعل وين يقعدوا لي دو زونترينور ما كاش لي، قال لك ما كاش المفتاح وما كاش اللومبا هذيك طفات، ما نقدروش نجيبوا لومبا نبدلوها، رانا في 2022 يا جماعة. يعني الشيء اللي حدث أعتقد أنه لا يجب أن يمر مرور الكرام. والمدرب المالي كان محترم، أبقى لمدة تقريبا 13 دقيقة أو 14 دقيقة وهو ينتظر، قال لهم معليش ما كانش مشكل نبقى ننتظر. لكن الذي حدث يبقى مخزي للغاية، خاصة
أنه الكاف كما قيل لنا في البداية، قال لك الكاف سي علي بن شيخ هي التي رفضت أن تلعب شبيبة الصاورة والمنتخب الوطني في هذا الملعب، نخليوه للشان. من بعد قال لك لا، ديروا هذه المباراة كريبيتيسيون. يعني كنا قادرين نتفادوا مثل هذه الأمور. شوف، هي لو كان لعب بوقرة كان يكون ان بون تيست صح، امام لهذه المشاكل. سي اون ريبيتيسيون، وي فهمتني، كان يلعب وكذايا نورمال. ولكن جبدوا لنا غنيه بلي بوقرة لاكاف قالت له ما تلعبش، راح لتونس يلعب. جبدوا لنا غنيه مليحه هذه يقولوها الناس اللي ما يعرفوش واش كرة القدم. لو كان لعب بوقرة كان ما يكونش مشكل. هذه وحده تيست يسيو تيست ولا صرا في لا صرا ما فيها والو، يريكتيفيوها. هنا راح الملعب راح دو غير في لا نسيت وقيل ملعب اخر، مباراه اخرى لو كان لعبت شبيبه الثوره ايضا. وشبيبه خلينا الثوره لو كان لعبت في هذا الملعب وكاين كونفيرونس تصرا قال يعطيونا اموند. مي هكذا احنا عندنا ان دوسي ديفوندر بور لا كوب دافريك، ومن بعد تجي لي انا هذا تباديله ونورمال. يعني وانا شاك باللي كاين بفعل فاعل، هذه ماشي 10 دقائق قبل ما تبدا لا كونفيرونس تفضوا، راح دو غير لتما، غير وين ولا ما يبانش غير وين كانوا قاعدين لي زونطري لي ستراد. وين هذيك لي وهنايا وين راهي هنايا الناس اللي تفكر فيت في المشاكل هذو. جي بروجيكتور. شوف 1 مينوت 2 ما كاش، ما تجيبش بروجيكتور. ديجا راك شفت مضرب واحد اخر اللي دير فيه، باسكو ان ستاد باراي فيه او موان 2 صال، ما كاش منها ما فيه. صاله واحده فهمني، فيه او موان 2 صال. سيل فو بريباري لي ميكرو نطلعهم وين كانوا قاعدين في هذوك اللي فوتي كورونا هذوك، اذا حطوهم لتماتيك ودير تاعك تمتم. يفو تروفي دي سوليسيون لي زيدي لازم يكونوا، ماشي تخليهم قاعدين وتستنى وقتاش يجي. هذه راح تغير التم. لو كان راح كاع الملعب كنا ندخلوا في الجروب الكتروجين، قال لازم يكون نورمالمون يكون ان بلون بي. نو البلون بي اللي زيدي الناس اللي دايره في لا فيديراسيون. واش نتكلموا، سمحوا لي انا رجال نحترمهم، ولكن ناسكو فريمون عندنا فيديراسيون. نتكلم قبيله على الاخرين 3 جور جابوا الاخر. انا بكل صراحه والله نحترمهم الناس اللي كرجال نحترمهم، ولكن بكل صراحه اليوم نقول لك با فيديراسيون. فيديراسيون اللي يولفونا اسومبلي جينيرال يطلعوا يديهم تقول راهم كيما يديروا هذيك واحد البلاد تاع الدين هذوك، هاي يديروا هاي. هذا تقول لي انت مازال عندك فيديراسيون، مازال سمير دوطر اللي كيما قلت انتيا تكلمت على تونس المغرب مصر كاينه فيديراسيون خويا، اسمح لي كاينه فيديراسيون ولا لا فو شونجي لي شوز. دوك السلطات يديروا لنا فيديراسيون قويه قويه قويه. مامك غدوه درت هذا زفزاف يفو اللي يكونوا معاه يكونوا قويين باش يعاونوه. مام هو لا هو ضعيف يكونوا معاه قويين. احنا نشوفوا كلش راهو ضعيف. المجموعة السادسة التي تضم واحدا من أقوى المنتخبات في العالم، المنتخب البلجيكي المدجج بنجوم كثر، نجوم ستتل بدون شك في سماء قطر. لدينا أيضا ضيف لطيف، ضيف ظريف، ضيف خفيف على كأس العالم اسمه المنتخب الكندي. لدينا أيضا المنتخب المغربي مع الورق هو أقوى منتخب عربي مشارك في نهائيات كأس العالم. ولدينا أيضا المنتخب الكرواتي الذي نشط نهائي 2018. لو نبدأ ببلجيكا معك حسين. بلجيكا يضم عناصر تلعب في مستوى جد عالي، جودة لاعبيها هي اللي تتكلم عليها على غرار، يعني عدة لاعبين كي نشوفوا هكذا دي براين، لوكاكو، هناك لاعبين في مستوى جد عالي وراهم يمروا بمرحلة جيدة في النوادي تاعهم. هذا هو الشيء أفضل شيء هو استدعاء توسارد للمنتخب الانجليزي. المنتخب البلجيكي توسارد نجم نادي برايتون، فيه دريس مارتنز، فيه باتشواي، فيه ايضا ازار، فيتال، ازار، تيلمانس ايضا اللي قدم بدايه موسم ممتازه جدا مع نادي لايستر، ديكاتلير مع ميلون. ميدو او بن شابير، متى سيفوز او ستفوز بلجيكا بكأس العالم؟ صعب جدا صعب. دائما نسمع بأن المنتخب البلجيكي قوي، المنتخب البلجيكي في نجوم في السنوات القليله الاخيره. لا من 2006 امين هو مرشح. لا ماشي من
2006 2010 2014 2002 كانت عندهم مجموعه جيده بقياده ويليامز في الموت في 2014 كانت عندهم تشكيله مليحه في 2014 لا هما تقريبا من 2014 وطلع ظهر الجيل الجديد بقياده هازارد دي بروين والجماعه 2014 شخصتهم الارجنتين. بدا الحديث عن المنتخب البلجيكي الذي لفت الاضواء اليه، ولكن ما عندوش خبره كبيره في ماشي ما عندوش خبره في كاس العالم، ما عندوش علاقه في كاس العالم، ما عندوش العلاقه تاع المنتخب الالماني ولا المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الايطالي ولا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الارجنتيني. مصنف الثاني عالميا خلف البرازيل بالتصنيف كان دائما في المركز الاول كان الاول والثاني. نعم. ولكن التتويج بكاس العالم راح يكون صعب جدا على المنتخب البلجيكي. حتى المنتخب المغربي في هذا الضوء في هذه المجموعه يقدر يتفاوض في كامل المباريات حتى مع المنتخب البلجيكي، لانه مع المنتخب البلجيكي تقدر تقول ديربي مصغر. هناك جاليه كبيره جدا في بلجيكا، جاليه مغاربيه كبيره في بلجيكا. راح تكون مباراه قويه جدا المنتخب المغربي امام المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي ما راحش يكون في نزهه امام المنتخب المغربي. امام كندا ايضا المنتخب المغربي يستطيع ان يفوز بهذه المباراه. امام المنتخب الكرواتي ايضا المنتخب المغربي يستطيع ان يتفاوض. كرواتيا ماشي كرواتيا 2018 استبعاد اوريجي او اوريجي ما راحش يقدم بدايه موسم مليحه، ماهوش يلعب حتى مع نادي ميلان. سجل هدف واحد فقط هذا الموسم مع نادي ميلان، لذلك قرار استبعاده كان منطقي جدا، خصوصا في ظل تألق تروسار في الدوري الانجليزي، واحد من احسن المهاجمين حاليا. نعم. بلجيكا غير مرشحه للفوز بكاس العالم؟ لا غير مرشحه. علاش؟ بالنسبه لي ليس مرشحه. في الدور الثاني ممكن انها تروح تلاقى مع واحد. فريق بلجيكا في 2014 ضد المنتخب الجزائري فازوا علينا بصعوبه، وكانوا يملكوا فريق جد كان اليلوزيتش كان بدا خطه دفاعيه. لو كان اكثر شجاعه في مباراه بلجيكا كنا قادرين نفوزوا. مثل مباراه ضد كوريا كان اكثر شجاعه. نعم. وين دخل لاعبين في الهجوم في التنشيط. نعم. الهجومي على وسط الميدان. فزنا بالمباراه 4-2. ابعاد اليلوزيتش وعوده زياش وحمد الله الى المنتخب المغربي. اختيار موفق للمدرب الركراكي اللي معروف باللي كان لاعب مميز، كان هو يشغل ظاهر ايمن في لم تعلق على ابعاد اليلوزيتش؟ ابعادها ليلوزيتش ربما لظروف ما نقدرش نتكلم عليها. انا مانيش عايش مع المنتخب المغربي. نعم. ولا نتابع في الاخبار تاعهم. المنتخب المغربي والمنتخب العربي الاكثر او الاعلى قيمه تسويقيه 232 مليون يورو هي قيمه لاعبي المنتخب المغربي، ثم ياتي بعد ذلك تونس 66 مليون، ثم السعوديه 30 مليون، ثم قطر ب 18 مليون يورو. لكن نعرف باللي ركراكي كي جاء يعني لاعب مثل حمد الله اللي يشغل منصب مهاجم ولاعب مهاجم اخر يلعب على الرواق اللي هو زياش، هادو لاعبين تسحقهم في اي منتخب تكون حاكمه، لانهم لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى يقدموا. حتى حمد الله يلعب في. نعم. الدوري السعودي، والدوري السعودي نعرفوا بلي فيه مستوى لا باس به. نعم. وهذه يعني الركراكي اعطى دفعه كبيره للمنتخب المغربي. المنتخب الكندي ايضا يتواجد في هذه المجموعه. كندا مصنفه 41 عالميا، كندا مصنفه الرابعه قاريا. كندا شاركت فيما مضى في نسخه واحده من نهائيات كاس العالم، لم تفز باي مباراه ولم تتعادل في اي مباراه، خسرت كل مبارياتها، تلقت 5 أهداف كامله ولم تسجل اي هدف. مشاركه كارثيه اولى للمنتخب الكندي. امين، على ظهر من سيحصد كندا اول نقطه له في المونديال في اعتقادك؟ يقدر محمد، يقدر يتفاوض مع المنتخب المغربي، يقدر يتفاوض مع المنتخب الكرواتي، يقدر يتفاوض حتى مع المنتخب البلجيكي. نعم. المنتخب الكندي تطور محمد السنوات القليله الاخيره، تطور كثيرا، اداؤه اصبح اكثر هجوميه، اكثر قوه. عنده ديفيس ظاهر ايسر نادي بايرن ميونخ. تعادل وديا امام البحرين 2-2. نعم. فاز على قطر بهدفين مقابل 0 في سبتمبر الماضي. نعم. المنتخب الكندي هل سيكون ضيفا خفيفا يشارك يستمتع ثم يرحل حسين؟ سيكون ضيف خفيف كما تكلمت محمد. والفريق الكندي ما عندوش نجوم لامعين، ما عندوش يعني اللاعبين ما يلعبوش يعني في مستوى جد عالي والمداومه على هذاك المستوى.
نشوفوا راح تنحصر بين نعم. المنتخب البلجيكي والكرواتي والمغربي. الفونسو ديفيس كان مصاب، لا ادري ما هي اخر اخبار اصابته، هل سيلعب ام لا؟ سيلعب ميدو على ما حسب ما اعتقد، حسب المعلومات اللي انتشرت في الايام الاخيره انه الفونسو ديفيس عاد بشكل عادي وسيشارك في المونديال. نعم. المنتخب الرابع الموجود في هذه المجموعه هو المنتخب يا ميدو كرواتيا. نعم. بمودريتش وراكيتيتش راه حبس. ريبيتش مودريتش انتي ريبيتش كوفاسيتش اسمه كوفاسيتش ايضا، بروزوفيتش متوسط ميدان نادي الانتر، نيكولا فلاسيتش هذا كان شارك في المونديال الاخير، سوسيتش ايضا، تيريسيتش، كراماريتش، بيريسيتش اورسيتش، بوديمير، انتي بوديمير واحد من اقدم اللاعبين لعب اوساسونا، انتي بوديمير، بالاضافه الى فيدا ايضا، فيدا واحد من اقدم، فيدا تقريبا هو اقدم لاعب في واحد من اقدم اللاعبين، بالاضافه الى القائد لوكا مودريتش. هناك لاعبين ينشطوا في مستوى جد عالي. كرواتيا تراجعوا حسين، تراجعوا لان هذا انا في اعتقادي اخر ميدو، ماشي كما المباريات الوديه ولا مباريات الدوري الاوروبي راح يكون هناك تحفيز، خصوصا انه في لاعبين مثل مودريتش، مثل ربما لاعبين اخرين في المنتخب الكرواتي. اعلم جيدا انها ربما اخر مشاركه لكرواتيا، حتى كرواتيا كلها تعلم انه ربما اخر مشاركه لهذا الجيل الذهبي لكرواتيا بقياده لوكا مودريتش، لذلك ربما التحفيز سيكون اكبر في هذه الدوره، ربما سيصنع المنتخب الكرواتي مفاجاه في هذا. انا في اعتقادي في هذه المجموعه المنتخب الكرواتي سيقصى وسيخرج من الدور الأول لعدة أسباب، أبرزها أنه لا يمتلك جيلا كبيرا، فقط مودريتش هو من يستطيع أن يصنع، وربما بروزوفيتش، لكن البقية كوفاسيتش هناك البقية جيل أكلت منه الشيخوخة، لاعبين كثر، جيل كبير في العمر، جيل لا يستطيع مقارعة المنتخبات التي توجد في هذه المجموعة، وأتوقع خروجه من الدور الأول. صح محمد، كلام واقعي اللي تتكلموا، لكن كرة القدم معروفة يعني. نشوفوا اليوم الحالة البدنية تاع هاد اللاعبين، لو تكون الحالة البدنية تاع اللاعبين جد في مستوى عالي وما يكونوش عندهم إصابات، نقدر نقول لك المنتخب الكرواتي دائما ما في كأس العالم دائما ما يشكل مفاجأة ويروح إلى أبعد حد، نصف نهائي أو ربع نهائي. المنتخب الكرواتي مصنف 12 عالميا، شارك 5 مرات في كأس العالم، هذه المشاركة السادسة له. طبعا أفضل إنجاز له هو وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، حقق 11 فوزا وخسر 8 مرات وتعادل 4 مرات.